ازيكم؟ انا النهارده نازل في افخم فندق في جورجيا، فندق 5 نجوم، فندق جميل جدا. هنشوف الفندق عامل ازاي واوريكم تجربه الفنادق الفخمه هنا في جورجيا عامله ازاي. عايز اقول لكم ان ورايا تبليسي كلها، الفيو من هنا رائع جدا. هنقعد هنا يومين عشان عندي شغل ونازل في الفندق. بما ان انا شغال في مجال السياحه في جورجيا، فانا بيبقى عندي عروض كتير من الفنادق، وممكن انزل هنا ليلتين فور فري لان انا بشتغل مع الفنادق دي كلها. فزي ما احنا شايفين كده الغرفه جميله جدا. دي الغرفه مساحتها حلوه جدا، وشايفين عندنا دولاب قد ايه كده، وشايفين كمان هنا الثلاجه فيها كل حاجه انت عايزها، وعندنا شاي وقهوه وعندنا كوبايات هنا. والحمام طبعا الحمام كبير جدا، في بانيو مفتوح على الغرفه، وفي كل حاجه زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا كل حاجه انت محتاجها. وعندنا هنا القعدة، وعندنا كمان مكان هنا للشاور. فالحمام كبير جدا، حاجة جامدة جدا. ونشوف كده الغرفة كبيرة، السرير كبير، وفي 2 كومودينو، وفي سوفا هنا، وفي مكتب كبير عشان لو حد عنده شغل وعايز ينجز الشغل بتاعه ممكن يقعد هنا ويعمل الشغل بتاعه على الفيو الجامد ده كله. واحد ممكن يجي يقول لي هي الغرفة ما فيهاش تلفزيون؟ هو ده التلفزيون، دي مش مراية، ده تلفزيون. بأجواء بقى. أجمل حاجة في الفندق هنا إن الفندق شايف تبليسي كلها في السيتي سنتر. أكبر مبنى موجود في تبليسي هو الفندق ذا بيلتمور. هو سعره غالي حبتين، بس لما بتنزل هنا أجواء جميلة جدا، بتشوف العاصمة كلها من هنا. في طبعا جيم، في سبا، في حمام سباحة، في كل حاجة موجودة هنا في الفندق، وجنبك كمان كل حاجة لأن أنت في السيتي سنتر. وأنا هقول لكم الأسعار في آخر الفيديو ده. أنا دايما بقول للناس اللي بتسافر لازم تمتع نفسك، لأن أنت ما بتسافرش كل يوم. انت ممكن تقعد في حاجة فخمة زي دي، زي ما شايفين كده أجواء جميلة. لو انت مثلا لسه عريس جديد عايز تطلع رحلة العمر، الكلام ده كله، لو انتوا شباب عايزين تسكنوا في وسط البلد، فالفنادق هنا جميلة. مش لازم ان انت تروح حاجة سيئة جدا لان انت هتكره الرحلة. الفندق ده الراحة اللي انت بترتاح فيه، ده اللي بتقضي فيه مثلا وقت النوم بتاعك. لما تطلع تفطر، عايز تشوف مثلا قبل ما تنام منظر حلو، يبقى فيه فيو جميل زي ده، فالرحلة بتاعتك بتبقى حلوة. وطبعا كل الناس اللي عارفاني عارفة ان انا بشتغل في التداول بجانب شغلي الاساسي اللي هو في مجال السياحه. فعلى فيو زي ده لازم تاخد احلى صفقه طبعا، ان انت هتدخل السوق باجواء انت شايف العاصمه تبليسي كلها، فتقدر ان انت تدخل تداول كده بنفسيه حلوه جدا بما ان الفيو ده كله قدامك. الأجواء النهاردة في جورجيا جميلة، وإحنا ما زلنا في الفندق وهنصور كل حاجة داخل الفندق، وفي آخر الفيديو هتعرفوا سعره كام. في قعدات بقى هنا في الفندق، قاعدة بره، قاعدة جوه، زي ما أنت حابب. الفندق فيه أنشطة كتير، فيه أماكن كتير ممكن تقعد فيها بس، وأجواء وإحنا في وسط البلد، يعني لما تطلع تتمشى من هنا كل حاجة حواليك. الفندق ورايا كده زي ما أنتوا شايفين، وبما إن إحنا في وسط البلد ففي مطاعم وكافيهات وكل حاجة هنا حوالينا، فتقدر تنزل تشرب القهوة بتاعتك، تاكل، الكلام ده كله، تتمشى. فموقع الفندق ممتاز جدا، واحد من افضل المواقع الموجودة في تبليسي. ده المطعم اللي بتاخد فيه وجبة الفطار الصبح. عندهم مكان اندور ومكان كمان اوت دور، ودي اصناف الاكل عندهم اصناف جميلة جدا، ميكس بين الجورجي والمطبخ العربي. والفندق عندهم معمول من الإزاز، أي وقت هتتفرج على إطلالة جميلة للعاصمة. كانوا مهتمين بكل تفصيلة في الفندق وهم بيبنوه، عشان كده بقى من أفضل الفنادق الموجودة هنا في جورجيا. وفي مطعم وكافيه هنا في الفندق في الدور الأخير، لو طلعت وقعدت شوية هتستمتع بأجمل إطلالة للعاصمة تبليسي. سعر الليلة هنا بالفطار بتتراوح بين 180 إلى 300 دولار على حسب السيزون اللي انت جاي فيه. مساحة الغرفة 42 متر، وعندهم مساحات غرف أكبر بأسعار مختلفة. بعد اليوم الطويل ده آكل حاجة مفضلة بالنسبة لي وهي السوشي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير. سلام.